النادي الاهلي شرف الكره المصريه وشرف الكره الافريقيه في كاس العالم للانديه وخلى جمهوره يفتخر بيه، ولسه عندنا هنا الاعلام لسه اعلام ممول ولسه عمال يفخم في خروج النادي الاهلي وعمال يقول احصائيات غلط. تعالوا اقول لكم ايه هي الاحصائيات الحقيقيه اللي حصلت في كاس العالم للانديه للنادي الاهلي. ارجو من الاعلام والسوشيال ميديا كلها تاخد بالاحصائيات اللي انا عملتها في كاس العالم للانديه، لان فعلا النادي الاهلي اول فريق في العالم يجيب 4 تجوان في فريق اوروبي يوم الثلاث من الساعه 4 للساعه 6، لان فعلا ما فيش حد بيلعب في الوقت ده، عشان كده النادي الاهلي اول فريق يعملها من الساعه 4 للساعه 6 يوم 3. وتاني احصائيه معايا النهارده في كاس العالم للانديه، النادي الاهلي اول فريق في العالم يبقى رابع مجموعه وبيلبس احمر. ما حصلتش في التاريخ ان رابع مجموعه او حصلت المجموعه لابس احمر غير السنه دي مع النادي الاهلي. ثالث احصائيه وهي ان النادي الاهلي اول فريق في العالم يسجل هاتريك يوم 3. هي حصلت مع اليوفنتوس ومع البايرن ميونخ سجلوا هاتريك بس كان يوم حد، لان فعلا ما حدش بيلعب يوم الثلاث، عشان كده النادي الاهلي اول فريق في العالم يسجل هاتريك يوم 3. رابع احصائيه معايا النهارده وهي الاهم، ان النادي الاهلي اول فريق في العالم يخش شباكه 4 أهداف يوم الثلاث، لان فعلا ما فيش اي فريق في الدنيا ولا في العالم كله حصلت ودخل في مرماه 4 أهداف يوم 3 غير النادي الاهلي. خامس احصائيه معايا النهارده في كاس العالم للانديه وهي الاهم، ان النادي الاهلي اول فريق في العالم هيركب الطياره يوم الثلاث ويرجع بلده، لان ما حصلتش في تاريخ كاس العالم للانديه ولا في اي بطوله في العالم ان النادي يركب الطياره يوم الثلاث. كله بيركب الطيارات يوم الاحد ويوم السبت، لكن النادي الاهلي سجلها في الاتحاد الدولي وسجلها في كاس العالم للانديه ان هو اول فريق في العالم يركب الطياره يوم الثلاث ويرجع بلده. وعلشان كده النادي الاهلي يسجل اعلى احصائيات في كاس العالم للانديه، واول نادي يسجل احصائيات كتير قوي بالنسبه له. عشان كده انا حابب ان الاعلام المصري ما يقعدش يطلع علينا باحصائيات ملهاش اي 60 لازمه. خدوا الاحصائيات اللي انا قلتها دي، لان هي دي الاهم وهي دي اللي هتتذكر لكاس العالم للانديه اللي جاي، ان النادي الاهلي اول فريق يطلع من البطوله يوم 3، اول فريق يسجل هاتريك يوم 3، اول فريق يجيب 4 تجوان في فريق اوروبي يوم 3، اول فريق هيركب الطياره ويرجع بلده يوم 3، واول فريق يخرج من البطوله يوم 3. يعني الاحصائيات كلها اتسجلت للنادي الاهلي يوم 3، يعني يوم الثلاث ده عند الاهلاويه ماركه مسجله. وحابب اشوفكم في حلقه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.